عشان ده بيكون 512 اس اس دي فقط من غير اتش دي دي خالص، يعني حتى ما كملش ال1 تيرا. دي مشكله، ولكن انا شغال عادي بهارد اكسترنال sufficient بالنسبه لي، او كافي جدا بالنسبه لي، الحمد لله رضا. حاجه كمان، المنافسين بقى الاعلى سعرا من اللينوفو ليجيون 5 وليجيون 7 وليجيون 5 برو والاتش بي اومن والديل الين وير، دول يعتبروا لو بنفس الفيتشرز بتاعته نتكلم في 2000 مينيمم زياده، من 2000 ل 4000 او 5000 جنيه عن السعر اللي انا كنت جايبه بيه تقريبا ب 26000 جنيه. وانا دلوقتي دخلت على امازون لقيت ان 26000 جنيه بقى ب 30000 جنيه دلوقتي، بسم الله الرحمن الرحيم. فربنا يكون في عونكم يعني الصراحه. ب 31000 جنيه، 31000 جنيه لو هتشتري اللابتوب ده دلوقتي. ولو هتزود عليه 32 رام بدل من 16 رام، والاس اس دي يعلى شويه بقى 2 تيرا، هيبقى ب 36000 جنيه. ده كل ده على امازون، ممكن لما تنزل تلاقي ارخص من الكلام ده.